لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز أو فاتح النسخة المدمجة بربط الجهاز، فأنا جايب لك تحديث واتساب الذهبي بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز أو بربط الجهاز عادي. تقدر تحدث واتساب الذهبي. تمام. كل اللي أنا عايزه منك هتمسك الموبايل بتاعك بالشكل ده كده وتبدأ تطلع كده وتبدأ تدخل على المتجر بلاي وتبدأ تضغط فيه البحث كده وتبدأ تبحث عن تطبيق زد أرشيف. تمام. هيبدأ يظهر معاك تطبيق زد أرشيف بالشكل ده. كل اللي أنا عايزه منك تثبت التطبيق عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام. بعد كده هتبدأ تخرج وتروح على قناتنا على التليجرام. رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. تمام. ده بيكون عليها جميع النسخ قناة التليجرام. تمام. هتيجي طبعا عند تحديث واتساب الذهبي بدون ربط، هتبدأ تضغط عليه بالشكل ده كده. هيبدأ يظهر معاك ايقونتين ليه تطبيق زد ارشيف. ما اضغط على تطبيق زد ارشيف اللي هي مكتوب عليها زد ارشيف باللغه الانجليزيه فقط. لو ضغطت على اول واحده من ناحيه الشمال هتلاقي مكتوب زد ارشيف استخرج الى اسم الارشيف. ده فيها انجليزي وعربي. لو ضغطت على الايقونه دي هيقول لك الارشيف تالف، الارشيف تالف. تمام. فكل اللي انا عايزه منك هتيجي عند الصف اللي هو تحت ده وتيجي عند اول واحده من ناحيه اليمين زد ارشيف. هنبدا نضغط عليها بالشكل ده كده. تحديث واتساب الذهبي بدون ربط هنضغط عليه. هتلاقي مكتوب 2 اندرسكول جولد اللي هو الذهبي. هنبدا نضغط عليها وهنقول تثبيت. هنا بيطلب مني كلمة المرور، فعايزك تركز معايا في الفيديو عشان تسمع كلمة المرور كام. أنا هكتبها وارجع لكم على طول. تمام. بعد ما أنا كتبت كلمة المرور طبعا هبدأ أقول حسنا. هيبدأ يستخرج معايا زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده أضغط على أداة تثبيت الحزم. تمام. هنا بيقول لي جولد هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ أقول له حدث لي على طول. تمام. هيبدأ يتحدث معايا زي ما أنتم شايفين أهو. تمام كده بيتحدث معايا اهوت. تمام. هطلع كده واروح عند النسخه هتلاقي مكتوب جولد واتساب. هبدا اضغط عليها. طبعا لو ضغطت هنا لو انا عايز اضيف اكتر من حساب هنا الوضع الطيران، هنا طبعا الوضع الفاتح او الليلي او الداكن، هنا طبعا وضع الشبح. هضغط على الثلاث نقاط واضغط على تحديث الذهبي واتساب. اضغط عليه تحديث الذهبي واتساب. تحديث الذهبي واتساب من اليوتيوب. لو ضغطت عليه كده ابدا ادخلك على قناتي على اليوتيوب تشوف جميع الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب والتحديثات اللي هي بتتكلم عن الواتساب. هنبدا نرجع كده. هنبدأ نرجع تاني. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط ونجيب تحديث ازاي بواتساب. بعد كده نضغط على تحديث من قناة التليجرام. هيبدأ ادخلك على قناتنا على التليجرام فيها جميع النسخ بتاعة الواتساب. قناة التليجرام فيها جميع نسخ الواتساب وجميع نسخ والتطبيقات اللي احنا دايما بنتكلم عنها. هنبدأ نرجع كده. هنرجع كده تاني. هنضغط على الثلاث نقاط ونجيب اضافات جولد. هنضغط عليه. هنا طبعا الحمايه والخصوصيه. هنا طبعا لو انت عايز تعمل اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهده المره الواحده، اخفاء ان الرساله محوله، اخفاء عدد رسائل مجموعه من يستطيع الاتصال به الكل، من الخصوصيه عرض الكل، اخفاء خيار الخصوصيه، اخفاء خيار التحديث، اخفاء القنوات لو انت عايز تفعلها. تمام. تفعيل ستايل الحالات لو انت حابب تفعله. اخفاء مشاهده الحالات والستوري، منع حذف الحالات، اخفاء زر اعاده نشر الحالات، اخفاء زر تحميل الحالات، منع حذف الرسائل ذات الاختفاء، ظهور رسائل معدله، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، ظهور التاريخ والرسائل والحالات المحذوفه، الدردشات التي يتم قراءتها، ظهور صحيح الازرق فقط بعد الرد. دي كلها مميزات زي ما انتم شايفين. هنرجع كده خطوه وهنيجي عند الثيمات. تحميل ثيمات. هنا طبعا زي ما انتم شايفين عندك 4032 ثيم. ممكن نختار الثيم ده ونقول له حسنا بالشكل كده يبدا يثبت معايا الثيم عادي زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا نضغط على الثلاث شرط ونجيب اضافات الجولد ونضغط على الاعدادات العامه. ستايل الشكل هنا طبعا تغيير نوع الايموجي لو انت عايز واتساب عادي او اي او اس او اي حاجه من الحاجات دي عادي ما فيش اي مشكله. ممكن نخليه اي او اس. تغيير ايقونه التطبيق تضغط عليه كده تقدر تغير ايقونه التطبيق من بره عادي ما فيش اي مشكله. هنرجع كده. تغيير ايقونه الاشعارات لو انت حابب تغير ايقونه الاشعارات ما فيش اي مشكله برضو عادي. هنبدا نرجع كده. تمام. هنبدا نرجع تاني وهنيجي عند الشاشه الرئيسيه نضغط عليها البار العلوي. هنا ستاير بار التنقل هنضغط عليه. وعايزك تركز في الدردشات والمجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمع. بص كده هتلاقيها بتتغير معايا اهيت بالشكل كده اهيت اي او اس. تمام. نضغط كده بتتغير معايا شكلها. بتتغير معايا. ممكن نخليها تطلع لفوق. ممكن نخليها اي او اس عادي مفيش اي مشكله.
دي كلها مميزات اهيت. هنا طبعا وضع اسمي، هنا واتساب الذهبي. لو انا عايز اشيل كلمه واتساب الذهبي واحط مثلا اسم اللي انا كاتبه على الواتساب، احدد كده هيبدا يكتب لي عبد الله الباشا الاسم اللي انا حاطه على الواتساب زي ما انتم شايفين. هنا طبعا اظهار ايقونه اضافات الحسابات، ووضع الشبح، اظهار ايقونه الكاميرا، اظهار تفعيل الوضع الليلي، والحاجات دي كلها هتلاقيها بتظهر معانا فوق اهي. اظهار ايقونه وضع الطيران اهيت، برضو اخفاء صوره الملف الشخصي. يعني في مميزات زي ما انتم شايفين اهي، مميزات كتير. هنرجع كده خطوه، هنيجي عند الحاله. هنا طبعا دي كلها حاجات خاصه بالحاله. لو انت عايز تحط الحاله بتاعتك اكتر من 30 ثانيه، هتيجي هنا زياده حجم الحاله، يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعه بدلا من 30 ثانيه كحاله. تبدا تفعل خيار كده، تقدر تحط الفيديو بتاعك دقيقه، 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، اقصى حاجه. تمام، هنبدا نرجع كده، ولكن هي ما بتشتغلش مع كل الناس. تمام، هنبدا نرجع تاني خطوه. هنا طبعا شاشة المحادثة والإشعارات وإدارة الرسائل، وهنا الإعدادات والوسائط. هنا مؤثرات التنقيل، هنضغط عليها، هنجيب تأثير السقوط. هنبدأ نفعل الخيارات دي كده، ونعلي الكثافة ونعلي السرعة، ونختار صوت الكائنات. ممكن نختار قلب هنا برضو كذلك الأمر، هنعلي الكثافة ونعلي السرعة، ونفعل الخيارات دي، ونبدأ نحط وردة مثلا في شاشة المحادثة. هنبدأ نرجع كده، هنبدأ نرجع كده، ندخل على جولد واتساب. تمام، هتلاقي في حاجات بتنزل اهيت، قلوب والكلام ده كله بشكل جميل جدا. لو ضغطت على شاشة المحادثة والدردشة، هتلاقي برضو في ورود وحاجات بتنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدأ نرجع كده، لو انا عايز اوقف اضغط على الثلاث نقاط اضافات الجولد، هاجي عند المؤثرات وهبدأ اضغط على تأثير السقوط، وهنوقف الخيارات عادي، مفيش اي مشكلة. هنرجع كده، طبعا هنيجي هنا عند التحديثات، هنضغط عليه. هنا بحث عن تحديث جديد، نعم اصدارك الحالي محدث بالفعل. سجل التغيرات هنضغط عليه هنا. طبعا اضافات الجولد، ما الجديد في في 21.80، تاريخ التحديث 1/4/2025. التحديث ده النهارده يوم 1/4، النهارده 1/4 اهو زي ما انتم شايفين. ده حاجات جديده هي متضافه، مفيش اي مشكله. هنضغط كده، هنبدا نرجع، هنبدأ نضغط على حول التطبيق بالشكل ده كده. هنيجي عند جولد واتساب في 21.80، وهنجيب رسالة الشكر بالشكل ده كده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله الباشا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تعديل عبد الله الباشا. تابعونا على اليوتيوب، التليجرام، فولو التليجرام. هتضغط كده يبدأ يدخلك على قناتنا على التليجرام. هنرجع كده، هنرجع تاني هنا سبسكرايب تو يوتيوب، هتضغط كده يبدأ يدخلك على قناتنا على اليوتيوب. هنرجع تاني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زي ما انتم شايفين النسخة جميلة جدا 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 زي ما انتم شايفين. طبعا باسورد فك الضغط، باسورد فك الضغط، او كلمة المرور لفك الضغط 4040. باسورد فك الضغط 4040، بكررها تاني، او باسورد فك الضغط 4040. تمام، زي ما انتم شايفين اهوت. النسخة جميلة جدا طبعا. فيها بقى مميزات كتير، وفيها حاجات كتير زي ما انتم شايفين. هنا طبعا مشاركة التطبيق، وهنا طبعا بقى الاشعارات والحاجات دي كلها، دي حاجات خاصة بالاشعارات اهيت، مفيش اي مشكلة زي ما انتم شايفين. طبعا هنا في حاجات خاصة برضو بالشاشة الرئيسية، دي كلها حاجات اهيت زي ما انتم شايفين. الحالة والزر العام وحاجات كتير جدا 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 في النسخة. أتمنى أكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.